ها يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. الفيديو النهارده فيديو مهم جدا 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 بالنسبه لي، لانه انا قصدي بيه هنا اكتر من ان انا اقول لكم الحاجات الوحشه اللي حصلت في حياتي. ان انت لو في اي مرحله من مراحل عمرك ولاقيه نفسك بتعملي حاجه من اللي انا بعملها دي، بليز وقفيها على قد ما تقدري. بليز خدي بالك لو انت مش حاسه حتى انك بتعملي كده، الحاجات دي ترجعي تندمي عليها بعدين. الاول بس خليني اقول لكم ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. انا اسمي رضوى احمد، لو انتوا لسه اول مره بتشوفوني بعمل فيديوهات هنا على اليوتيوب. لو لسه اول مره تشوفوا التشانل بتاعتي ما تنسوش ان انتوا تاخدوا جوله في القناه كده، ولو عجبكم المحتوى بليز ما تنسوش تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناه. ولو عجبكم الفيديو ده او بتحبوا نوعيه الفيديوهات دي اللي احنا بنتكلم فيها اكتر، بتكون زي كافي توك كده، بليز اعملوا لايك للفيديو، لانه بيهمني جدا اعرف نوعيه الفيديوهات اللي بتحبوها ايه علشان نتكلم فيها اكتر، سواء هي مثلا زي ما بقولك كده كافي توك او فيديوهات ريفيوهات سكين كير ميك اب، ايه النوعيه اللي بتحبوها اكتر. فما تنسيش لو دي نوعيه الفيديوهات اللي انت بتحبيها لها لايك. الفيديو ده هتكلم فيه معاكم عن اكتر الغلطات اللي انا عملتها في حياتي وفعلا ندمت عليها، ولو رجع بيا الوقت اكيد 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 وعندي الخبرة اللي عندي دلوقتي ما كنتش هعمل غالية، هعمل كتير قوي منها. اوكي، بس كالعادة احنا بني ادمين وبنتعلم، فطبيعي جدا ان احنا نغلط ومش بلوم نفسي. صوتي رايح من البرد لسه. مش في ايه، مش بلوم نفسي بصراحة على قد ما انا، ومش بلوم نفسي بصراحة على قد ما انا حابة بس ان انا اقول لكم عن البوينتس دي علشان ما تغلطوش فيها انتوا كمان، او زي ما بقول لكم لو انتوا اوريدي بتعملوها تكونوا واخدين بالكم ان ممكن بعدين ترجعوا تتضايقوا. اولا، اول حاجة خالص ان انا كنت بتكسف اقول لا. كنت بتكسف اقول لا بقى، سواء لاهلي او لاصحابي او لناس اعرفها او للشغل حتى. مواقف كتير قوي اتحطيت فيها، وكل اللي خلاني اكون في الموقف ده او ان انا اعمل كده هو ان انا اتكسفت اقول لا. معرفش ليه، مع انه كنت عايزه اقول لا او كنت عايزه ارفض، بس اتكسفت او معرفتش. يعني حاجات اتكسفت وحاجات معرفتش. انا كان عندي مشكله عرفتها مؤخرا بقى لما بدات اسمع بقى الدكاتره وبتاع وكده. عرفت ان في حاجه اسمها ان في شخص بيكون للاسف غصب عنه عايز يرضي اللي حواليه، وتعود على كده. وتعود على كده اكتر اللي بيعودوا على كده الاب والام من وهم صغيرين. فكره انه ابنك تعوديه على ان هو مقبول او ان هو كويس او ان هو شاطر او ان هو بتحبيه عشان هو بيسمع كلامك، فكره خطر جدا. ما تعمليش كده مع اولادك. لانه انا حتى بقول لبنتي دايما انا بحبك ليه؟ بحبك عشان انت بنتي، مش بحبك عشان انت صح او عشان انت غلط. انت لو صح او غلط انا هحبك، لو اتصرفتي صح او غلط انا هحبك. ومش معنى ان انا بعاقبك او بعنفك او بقول لك غلط او باخد موقف او بعمل واقفه عند تصرف معين ان انا عشان مش بحبك. لا، عشان احنا صح يبقى في صح وغلط في حياتنا، بس كده او كده انا بحبك. حبي ليها مش مشروط بفكره ان هي بتتصرف صح او غلط. انا شايفه ان ده ما كانش موجود بصراحه في تربيتي. لا، كان دايما عندنا فكره الصح والغلط، وان ماما قبلاني او رفضاني تحت بند انا بعمل ايه، يعني انا كويسه او مش كويسه بالنسبه لها عشان انا بعمل كويس او مش بعمل كويس. بكلمكم بمنتهى الامانه، ودي كانت مشكله عندي. فخلتني في الاخر، مش في ناس كتير قوي في حياتي، مش هقول لكم المفروض اقول لهم لا، كان المفروض ياخدوا بالجزمه بصراحه. يعني والله العظيم مواقف كتير قوي كان المفروض ناس حواليا ليترلي اقل حاجه ان هم ياخدوا بالجزمه، يعني بمنتهى الاحترام. بس انا للاسف ما عرفتش اعمل كده، لانه انا مش متعوده من وانا صغيره ان انا اقول لا، او ان انا اقف عشان اخد حقي، او ان انا ارفض التصرف ده معايا. فاهميني؟ ودي يا جماعه حاجه خطر جدا. يعني انا ممكن اسيب الفيديو اصلا واسيب الموضوع واتكلم في الموضوع ده. ما تسمحوش لاي حد انه يتعدى حدوده مع ولادكم وانتوا موجودين خصوصا. يعني فكره بقى ان احنا انا قاعده وحد تاني بيوجه توبيخ او تعنيف، مش بوجه يعني مثلا توجيه بسيط مثلا حسبي حبيبتي مش عارفه ايه، بمنتهى الادب ومنتهى الاحترام. لانه للاسف حاجات كتيره قوي احنا بنعديها لناس تحت بند ان احنا فاكرين ان هما بيتعاملوا، مش بقولك بعشم، بس بمنتهى الفهم ان هما فاهمين ان احنا معديين. بتلاقي الناس دي مش فاهمين وفاكرين ان احنا عبط. لا يا جماعه، انا كون سمحت ليكي تتكلمي او توجهي
بنتي او توجهيني انا شخصيا، فانا كده سامحالك بمساحه. المساحه دي انا ممكن المها تاني واخدها تاني لو انتي هتتصرفي غلط او هتتعدي حدودك معايا. فاهماني؟ بمنتهى السهوله. فنرجع تاني، تسمحوش بقى ان ده يحصل في ولادكم. انا بصراحه كانوا اهلي بيعملوا كده اكتر مع مثلا مدرسين المدرسه، مش مسموح لحد، وعشان كده انا عمري ما سمحت لاي حد غريب ان هو يكلمني، مدرس بقى في المدرسه، دكتور في الجامعه، مش عارفه ايه. عمري ما كنت بحط نفسي طبعا في موقف ان انا اتعرض لكده، بس اكيد طبعا انا مش ملاك وكلنا بنغلط وبتصرف اكيد غلط في حاجات، بس ما كنتش بسمح ان حد يتعدى حدوده معايا. يعني انا فاكره مره كويس قوي في امتحان، كنت قاعده وتعبانه ومش قادره احل في الامتحان، فجه المراقب، صحابي طبعا حواليا كلهم يعني كتر خيرهم كانوا عايزين ايه يقولوا لي واكتبي واعملي ومش، انا خلاص كنت فقدت التركيز، كنت تعبانه قبلها بيوم وضغطي وتي وخلاص. فانا ساعتها خدت ديسيجن ان انا مش هكمل الامتحان وخلاص، مش مشكله بالنسبه لي الامتحان، بس ما كانش ينفع طبعا نطلع قبل نص الوقت، فمستنيه بس نص الوقت يعدي وبعدين اطلع. المهم في الفتره دي كانوا صحابي بيحاولوا كتير قوي ان هم يخلوني اكتب اي حاجه عشان اعدي من الامتحان. فجه المراقب اتكلم معايا بطريقه ما تصحش خالص، ووجه لي انا الزعيق والتوبيخ والاستظراف، وانا بصراحه ما قبلتش ده. قلت له بقول لك ايه، انت ما تتكلمش معايا كده، واخرك معايا ان انت لو عايز تنقلني من مكاني اتفضل انقلني، انا ما عنديش اي مشكله، عايز تاخد الورقه خد الورقه، انا كده كده مش هكتب. يعني انا مع احترامي لاصحابي كلهم بيقولوا لي انا كده كده مش هحل اصلا، انا تعبانه، بس مش من حقك تيجي تزود كلام معايا. انا خدت الكلام ده من ايه؟ لان انا شفت دايما بابايا ومامتي ما كانوش بيسمحوا للمدرسين ان هم يتعدوا في الكلام معانا. اوكي؟ فعشان كده كانت عندي الجرأة دي، بس اي ثينك ان انا لو ما كنتش متعوده على كده كنتش هعرف اعمل ده. وعشان كده بقول لكم بقى كان ممكن ما الاقيش نفس الدعم ده منهم او نفس الفكر ده منهم مع مثلا مع الاهل والكده، فكنت شويه مش بعرف احط حدود للناس، انه لو حتى حد عايز يتصرف معايا بطريقه او يقول كلمه كنتش بعرف اقول لا. فاهماني؟ لانه انا مثلا حتى الحد ده لو اقرب حد، يعني مش عايزه اتكلم في الموضوع دي كتير عشان ميبقاش هو ده موضوع الفيديو، بس قصدي انه مش بقول لكم ان، يعني مش بقول لكم ان انا كان غصب عني، بس هو فعلا كان غصب عني والله. انا كنتش بعرف احط حدود للناس، ولما عرفت اقول لا امتى في مكانها الصح، جات لي فتره كده في النص كانت فتره هبل شويه، انا كنت بقول لا 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 عمال على بطال، فاصبحت شخصيه عدائيه اكتر، انه اي حاجه لا مش قابله مش عايزه مش ايه، فبقيت اجريسيف اكتر وبقيت طف اكتر. فلما كبرت شويه وبقيت انا بقى ابدا افلتر المواقف، وفهمت انا ليه حصل معايا كده، وفهمت ليه جيت من الحته دي وليه رحت الحته دي وايه اللي حصل، عرفت اكتر اظبط بقى الشعره ما بين المواقف، لا لازم اقف هنا واقول لا، والمواقف اللي ممكن تعدي، والمواقف اللي ما عنديش فيها حق وما ينفعش اقول فيها لا. فعرفت انا بنفسي ان انا اعمل الحته دي، وده اللي بدات اشتغل فيه مع بناتي، وانا شايفه ان هو حاجه مهمه جدا. فانتي كمان حاولي تعرفي امتى تقولي لا، وامتى تسمحي للي قدامك ان هو يتكلم معاكي بطريقه ايا كانت هي. تاني حاجه وتاني غلطه، وهي ان انا ضيعت وقت كتير قوي في المشاعر السلبيه والحزن والزعل والتوتر والقلق، ودي شعور طبعا طبيعي وكلنا بنعدي الحاجات دي، بس انا فعلا اديتها اكبر من حجمها. يعني كانت عندي الموضوع عندي اوفر ثينكينج، ودايما عندي ظن مش حلو بالحاجات اللي بتحصل. انا والله مش قصدي الفيديو ده يبقى وحش، بس انا بقول لكم العيوب او الحاجات الوحشه اللي انا عملتها في حياتي او الغلطات اللي انا شايفه ان انا كان المفروض ما اعملهاش. فكان دايما عندي فكره سوء الظن او سوء الايه، التوقع ان دايما مش هيحصل خير، دايما قلقانه، دايما خايفه، دايما. فبقيت بعدي مواقف كتير قوي في حياتي. دلوقتي لما ارجع ورا، انا كان في فتره في حياتي حلوه قوي كان المفروض استمتع فيها، وانا كل اللي كنت حاساه وقتها ان انا خايفه وقلقانه ومتوتره وكده، وبقى عندي التوتر مرض، يعني فعلا من غير اي حاجه انا قاعده متوتره. وجات فتره عليا في حياتي بقيت بتعالج فعلا من التوتر، مفيش حاجه تدعو ان انا اكون قلقانه وانا في نفس الوقت قاعده قلقانه. الامتحانات كده كده هنذاكر فهننجح، مش هنذاكر مش هننجح. الشغل هتعملي اللي عليكي هتبقي كويسه، مش هتعملي اللي عليكي مش هتبقي كويسه. انه لما تبذلي مجهود في الحاجه استني نتيجه المجهود دي، وما تقعديش تقلقي في النص بقى. لما يحصل لك مشكله حاولي تحليها، ما تحاوليش ان انت تقعدي تنغرزي قوي في المشاعر السلبيه. لما تعدي باكسبيرينس مش حلوه او يحصل لك موقف مش حلو، ما تعيشيش فيه قوي تديه مشاعرك جامد قوي، لا مش الدرجه دي. بدات شويه اخلي المشاعر السلبيه دي سطحيه بس، يعني ممكن امثل ان انا متضايقه بس انا جوايا الموقف ولا يسوى اي حاجه. بدات بقى احط كل موقف في قدره الصح،
وكل حاجه تستدعي الزعل، لان انا شفت ان في حاجات اهم كتير قوي في الحياه عندي الحمد لله نعم قدامها، ما ينفعش ان انا اكون زعلانه بالشكل ده وما ينفعش اكون قلقانه بالشكل ده، فاهميني؟ فواي نوت ان احنا نبص على الحته الكويسه ونحاول شويه نغض النظر عن الحاجات اللي مش كويسه في حياتنا ونركنها ونلات بيه كده، اتحلت خير وبركه، ما اتحلتش خلاص. مش كل حاجه في الدنيا بتكون كويسه، ويكون عندنا قناعه ان هي دي الحياه. مش لازم كل حاجه تبقى بيرفكت، مش لازم كل حاجه تكون زي ما انا عايزه، المهم ان كل حاجه انا اقدر عليها ان انا اعملها في حياتي. لما وصلت للقناعه دي بقيت مرتاحه اكتر بكتير قوي، وما بقتش بدي الحزن اكتر من همه ومن قدره. يعني انا كان في حاجات كتيره قوي في حياتي من سنتين فاتت لو كانت حصلت دلوقتي كان بالنسبه لي حزن وزعل ونكد، ودلوقتي بقيت بتقبلها وبفهمها ومتعايشه معاها وعادي جدا مش متضايقه منها. اللي بعد كده ودي مهمه جدا لانها برضه ضيعت وقت كتير قوي من حياتي، وهي ان انا استنيت الاعتذار من اشخاص غلطوا في حقي، وكنت متوقعه ان هم هيجوا يعتذروا او يبرروا او يقولوا او يحاولوا او ودلوقتي انا مش عارفه اصلا انا استنيت ليه. يعني انا اصلا ولا عايزاهم يرجعوا في حياتي ولا اتضايقت غير فتره بعد ما، يعني في فتره كده طبعا بعد معلش رجعلي بس فتره بعد طبعا ما طلعوا من حياتي كنت متضايقه ومش فاهمه ومش عارفه ايه ومش متوقعه كمان ومخضوضه. بس بعد كده مواقف تانية بقى، يعني لما الزعل بيعدي الوقت تبداي تكتشفي بقى البني ادم الحقيقي قدامك بقى. يعني عارفه انا دايما بشوف حاجه ومصدقه حاجه، مفيش عداوه او خصومه بتطلع من موقف، ومفيش تصرف عدائي بيطلع من موقف. فالشخص دوت اللي يقدر يعمل معاكي كده تصرف مثلا كبير انت شايفاه كبير، هو اكيد ما كانش في يوم من الايام اصلا قريب. يعني كونه عرف يحطك في حته معينه هو اكيد ما كانش حاطك في حته غيرها، بس ممكن ما تكونش انت شايفه، نيتك كانت احسن من ان انت تشوفي كده، ما كنتيش فاهماه على حقيقته. فيعني كون ان ربنا حطك في حته انك تشوفيه بجد انه عرف يعمل كده وتمام قوي وعارف يبتسم في وشك، اضحكي انت كمان في وشه وابتسمي بمنتهى الاريحيه. وانا كنت بحس ان ده نفاق which is لا ده مش نفاق، ده معامله بالمثل. انت حاططني في الحته دي انا هتعامل في الحته دي. وكان عندي استراجل كبير قوي يا جماعه ما بين ان انا ارد، طب ما انا كمان من حق ارد، انا ازاي حد يعمل فيا كده وانا ما اردش؟ اكتشفت انه في الاخر طب ما انا لو رديت على دي بطريقتها ورديت على دي بطريقتها ورديت على دي بطريقتها ورديت على دي بطريقتها، انا كده هاخد الطرق الوحشه منهم كلهم فابقى اوحش منهم كلهم. لا، انا ليا طريقتي انا في الرد. يعني انت غلطت في حقي، انت غلطت في حقي، انت غلطت في حقي، انت عملت انت عملت انت عملت، واكيد انا كمان عملت. بس كل حد فينا وقف عند الحته اللي هو شايف ان هي مناسبه لشخصيته وتربيته واخلاقه واصله. فانت خليكي عند الحته دي وانا خليني عند الحته دي، من غير ما احاول ان انا اقلدك خالص علشان فكره ان انا برد عليكي او ان انا كده كنت فاهمه ان انا كده بسيب حقي. لا، انا مش بسيب حقي، انا بقف عند الحته اللي مناسبه لتربيتي وشخصيتي انا. مش لازم اروح بقى للحته اللي انت عايزه تاخديني فيها. زي ما قلت لك انا لو مشيت معاكي ومعاكي 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 هبقى انا اوحش منكم كلكم. فبطلت ان انا افكر بالطريقه دي، وبطلت ان انا استنى اعتذار من حد او ترديه من حد، وبطلت حتى ان انا الوم. لان انا كنت بشوف مثلا ان انا فكره ان انا لو حد زعلني فبعت له مسج اقول له مثلا، مش هقول لك كلمه تضايقه بس كلمه تستفزه، ان انا كده يعني ايه بنكشك عشان نيجي نتصالح. لا، وانت لو عايزه نتصالح هتيجي نتصالح. وبعدين اصلا بقى الاكتر كمان انه مفيش حد غلط فيكي او عمل حاجه هو ما يقصدهاش، او على الاقل هو قاصد ما يعملهاش. فاهماني؟ مفيش حد حريص انه ما يضايقكيش وهيضايقك، هم على احسن التقدير كانوا مستهترين بمشاعرك. فخلاص ما تستنيش بقى، جو اون موف اون، شوفي اللي بعده وخلاص. ولادك دي برضو ربنا يوفقهم ويوفقنا، وكلنا بنغلط وكلنا بنعمل، مفيش حد احسن من حد. بس انتي اقفي عند الحد اللي تسمح لك بيه اخلاقك وتربيتك واصولك انتي، اصلك انتي. يعني ما تمشيش ورا كل حد في طريقته وفي معاملته. بس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهارده. و بس حاسه ان انا اقول لكم اكتر حاجه بقى ما ندمتش عليها بسرعه كده في نهايه الفيديو، ان انا جربت كل حاجه نفسي فيها. مفيش حاجه كان نفسي اجربها وما جربتهاش. كنت باخد ريسكس كتير قوي وباخد مغامرات كتير قوي وبجرب وما بخافش. فالموضوع ده اداني خبرات كتير قوي وخلاني اجرب حاجات كتير قوي في وقت صغير، سواء في شغل، في حياه، في افكار. جربت لغايه ما وصلت ان انا الحمد لله مش حاسه ان انا في حاجه كنت عايزه اجربها وما جربتهاش
ما عدا ان انا اسافر اعيش فتره لوحدي، بس دوت مش مناسب بس لظروفي الحياتيه كأم وكده يعني. بس اي ثينك ان انا ممكن اعمل كده في وقت من الاوقات. آه بس كده يا حلوين، ما عنديش كلام اكتر من كده. الكاميرا هتفصل للاسف وانا صوتي بدأ يروح، فمش حابه الفيديو يكون طويل اكتر من كده. اكتبوا لي في الكومنتس رايكم لو حابين تزودوا حاجه، وايه اكتر حاجه انتوا كمان عملتوها وندمتوا عليها. عايزه اعرف رايكم انتوا كمان. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وقولوا لي نتكلم في ايه الفيديوهات اللي جايه. بس كده حلوين، اشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديو جديد. باي باي.